السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. تعالوا بينا في الفيديو ده نحضر مع بعض وصفة من وصفات شهر رمضان وهي بلح الشام. هنعمل مع بعض بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. العجينة مظبوطة، تسوية مظبوطة، وكمان شربات مظبوط. وعايزة اقول لكم كمان مقرمش لاخر حباية. هقول لكم ازاي يطلع معاكم كده مقرمش وجميل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. سامعين صوت القرمشة؟ بجد اللهم بارك، مفيش بعد كده. يعني كل اسرار نجاح بلح الشام ان شاء الله هتلاقوها في الفيديو ده. ولو انتي اول مره هتعمليه هيطلع معاكم مظبوط ومن اول مره باذن الله. يعني اوعدكم بعد الطريقه دي ان شاء الله مش هتشتريه من بره تاني. تعالوا بينا على طول نبدا الفيديو ونشوف هنحضره ازاي. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لو انتي اول مره بتشوفيني طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ونبدأ في المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه كده يا بنات نسمي الله، واول حاجه هنبدا بتحضيرها هو الشربات. شربات بلح الشام لازم يكون تقيل وبارد. هنحتاج للشربات ده كوبايتين من السكر عليهم كوبايه واحده من الميه. وبرفعهم على النار، واول ما بيبدا ان هو يغلي معايا بديله تقليبه وعصره ليمونه. وبهدي عليه النار وبسيبه يغلي لمده 10 دقايق بس. بعد كده بنفرغه في كده في وعاء وبنسيبه لحد ما يبرد معانا ويتقل ويكون بالقوام اللي احنا شفناه ده. وبس كده يا بنات بيطلع معاكم اجمل شربات. على فكره ما رضيتش احضره معاكم في الفيديو ده علشان وقت الفيديو ما يطولش، لان كنت عملت قبل كده معاكم الشربات في تحضيرات رمضان. الفيديو ان شاء الله كامل هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف لو حبيتوا تشوفوا طريقه عمل الشربات بالتفصيل. بعد كده تعالوا نحضر بقى مكونات العجينه نفسها. هنجيب كده طاسه واسعه او مقلايه واسعه بالشكل ده. هنضيف فيها كوبايه وربع من الميه. الكوبايه اللي هتستخدميها ممكن تكون الكوبايه المعياريه، وممكن كمان تستخدمي مج الشاي العادي اللي هو المج الموجود في كل بيت اللي بتكون سعته 250 مللي. هنضيف عليه ربع كوباية من الزيت، ولازم تستخدمي زيت يكون نوعيته نظيفة. وذرة ملح صغيرة. بنرفعها على النار، واول ما هيبدأ يغلي معانا هنهدي النار على طول وما تسيبوش يغلي اكتر من كده علشان المية ما تتبخرش. ومقدار السوائل اللي معانا يقل والوصفة بتاعتنا كمان ممكن تبوظ مننا. فاول ما هيغلي على طول هتبدأي تضيفي الدقيق. معايا كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقتين كبار من النشا. بس كده الكوبايه برضو اللي استخدمتها هي الكوبايه المعياريه، وممكن تستخدمي برضو مج الشاي اللي انت معايره بيه الميه. هنبدأ نضيف الدقيق على المية وهتبدأي بقى تقلبي العجينة كويس جدا لحد ما تتشكل معاكي عجينة كويسة. معلقتين النشا يا بنات اللي احنا ضفناهم هيخلوا بلح الشام معانا العجينه بتاعته هتكون مقرمشه في النهايه. ودي اول سبب هيخلي بلح الشام معانا مقرمش. بس كده يا بنات هنبتدي بقى بالتقليب المستمر كده في العجينه لحد طبعا ما تتشكل معانا بتكون بالشكل او القوام اللي احنا شايفينه ده. النار معانا بتكون هاديه وكمان التقليب المستمر. اول ما العجينه معاكي بتتشكل وتبقى بالقوام اللي احنا شايفينه ده العجينه معانا بتكون طريه وتكون كده متماسكه زي ما احنا شايفين كده. بتكون بالقوام ده. اول ما بتوصل بقى للشكل ده على طول بتبداي ان انت ترفعيها من على النار وهي كده بتكون جاهزه معانا. هنرفعها بقى من على النار وتعالى نشوف الخطوة اللي بعد كده. قبل ما نعمل اي حاجة في العجينة دي لازم نسيبها لحد ما تبرد تماما. يعني هتبداي تقلبي فيها كده لحد ما تحسي ان هي بردت معانا. وتفرديها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وتجيبي كده اللي فوق تحت واللي تحت فوق لحد ما تبرد. هسيبها كده على جنب تبرد وتعالوا نشوف بقى البيض اللي هنستخدمه. كمية البيض اللي معايا 4 حبات من البيض. البيض اللي انا مستخدماه هو بيض بلدي. ولو هتستخدمي البيض اللي هنشتريه من بره او البيض الوزاره هيبقى 3 حبات من البيض بس لان بتكون مقاس البيضه دي اكبر من مقاس البيض البلدي. تمام كده. هجيب بقى البيض ده وهضيف عليه يعني تقريبا كده باكيتين من الفانيليا. او نص معلقه صغيره من الفانيليا. وطبعا علشان طعم البيض او ريحته ما تظهرش في بلح الشام. لازم تحطي كده كميه مناسبه من الفانيليا. بعد ما العجينه بتاعتي بردت خلاص هبتدي بقى على طول كده اشتغل فيها لان هي خلاص كده تمام معانا بقت بارده. وبلاش تضيفي البيض في المرحله دي وهي لسه سخنه، وباكد عليكم علشان لو نزلت بالبيض في المرحله دي البيض هيبدا ان هو يستوي معانا ويبدا في العجينه ما يبقاش كويس خالص. فلازم العجينه تكون بارده تماما. بعد كده بقى لو انت عندك عجان هتبداي تحطي بقى العجينه بتاعتك في العجان وتكملي باقي الخطوات في العجان. وهتبقى طبعا اسهل بكتير. ولو مش متاح عجان هتبداي تستخدمي المضرب الكهربائي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ولو ما فيش مضرب كهربائي هتستخدمي ايدك عادي جدا. وده اللي انا هعمله دلوقتي لان بصراحه ما ارتحتش في المضرب الكهربائي فاضطريت ان انا استخدم ايدي بعد كده. وهتبداي بقى تضيفي البيض بالتدريج بيضه بيضه. اول ما هتحسي ان البيضه اختفت هتبداي تضيفي البيضه التانية. وهكذا لحد ما تخلصي كل كميه البيض اللي معاكي. هتبدأي تعجني فيها كويس جدا يا بنات. علشان العجينة معانا تكون كده متشكلة ويكون قوامها كويس. اهم حاجة العجينة اللي هتكون معاكي في الاخر العجينة هتكون كده متماسكة وهتكون يابسة وفي نفس الوقت طرية. هي دي بتكون عجين بلح الشام.
العجينه اللي معايا احتاجت ال4 بيضات اللي معايا وكانت ممتازه جدا. لو استخدمت 3 بيضات بس من الحجم الكبير اللي قلت لكم عليه هتبقى برضو العجينه مظبوطه معاكم. العجينه بتاعتي في الاخر يا بنات بتكون قوامها بالشكل ده، عجينه ناعمه وطريه وفي نفس الوقت بتكون متماسكه ويابسه. بعد كده تعالوا نشوف بقى طريقة التشكيل بتاعته. هتستخدمي طبعا الكيس الحلواني، ويفضل طبعا كيس الحلواني اللي هتستخدميه يكون الكيس القماش اللي بنشتريه من عند مستحضرات الحلواني، بيكون طبعا متين وافضل في استخدامه عن الكيس الحلواني اللي هو السيليكون. ولكن انا في الوقت ده ما كانش عندي الا الكيس الحلواني السيليكون فاضطريت ان انا استخدمه. استخدمت كمان البلبله اللي هي بتاعه بلح الشام اللي بتكون كده السنون بتاعها كده داخله لجوه، بتطلع معاكي عجينه بلح الشام او اصابع بلح الشام. بتكون نفس الشكل الجاهز اللي احنا بنشتريها بالظبط. اما القمع اللي بيكون بتاع بلح الشام اللي بيكون جاي مع كيس الحلواني مش هيطلع لك نفس البلحه خالص، يعني مش هتكون كده ظاهره الرسمه فيها كويس. بدأت كده دهنت الكيس الحلواني بتاعي برشة من الزيت كده علشان طبعا لما اجي انزل العجينة منه تنزل كده بشكل انسيابي وسهل معايا. بعد كده هتبداي تحطي كده جزء صغير من العجينة بيكون كده على قد قبضة ايدك، بلاش تكتري علشان لما تيجي تضغطي العجينة تنزل معاكي بكل سهولة. ودلوقتي بقى انا اختبرت البلبلة اللي معايا علشان اشوف البلحة اللي هتطلع معايا هيكون شكلها ايه. ما شاء الله اللهم بارك، طلعت بنفس القوام او الشكل اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. بعد كده بقى معايا طاسة فيها زيت غزير، والزيت اللي معايا بيكون بارد تماما مش بيكون سخن خالص. ومعايا كمان مقص كده علشان ابدأ ان انا اقص بيه البلحية وانا بشكلها. دلوقتي بقى هنبدأ كده نضغط ضغطة طويلة شوية على الكيس بتاع الحلواني بقبضة ايدك كده، ابدأي ضغطي كويس. وعايزة اقول لكم ان هو بياخد مجهود معاكم يا بنات في المرحلة دي، لان هي العجينة بتكون يابسة جدا وبتكون تقيلة قوي وقاسية شوية، فلما تيجي تشكليه هتعاني شوية وانت بتشكليه. ولكن ان شاء الله يا بنات هيظبط معاكم وهيطلع ممتاز جدا. دلوقتي بقى تقدري تشكلي بلح الشام بالحجم اللي انت عايزاه. طبعا في منه اللي هو الحجم الصغير بيكون ميني بلح الشام، وفي منه الحجم الكبير او الاصابع الطويلة شوية. انا هعمل معاكم الشكلين، هعمل اللي هو الحجم الصغير اللي هو بيكون ميني بلح الشام، وهعمل معاكم الحجم الكبير. وخلي بالكم وانتوا بتشكلوا البلح يا بنات ما تجوش كده في نص البلحية لما تيجوا تضغطوا عليها توقفوا مرة واحدة وترجعوا تكملوا تاني، لان في الحالة دي البلحية كده هتكون من النص هتلاقوها مكسورة ومش هتطلع معاكم الرسمة بتاعتها ثابتة. دلوقتي زي ما احنا شايفين كل مرة بدهن المقص كده بالزيت واقطع البلحية، وهبدأ بقى اشكل زي ما احنا شايفين كده. وكمان نخلي بالنا ما نملاش المقلايه قوي او الطاسه قوي، علشان طبعا بلح الشام لسه لما بيسخن بيبدا ان هو يزيد معانا وبينفش، فهتلاقوا المقلايه او الطاسه اتملت بسرعه. فخلي بالكم برضو من حاجه زي دي، ان لازم تكون الطاسه معاكم مش مليانه قوي. هنرفعها على النار، وطبعا النار معانا بتكون متوسطه وممكن كمان اقل من المتوسطه. وهتسيبيها كده بتبدا ان هي على طول اول ما بلح الشام بتاعنا بيبدا ان هو يسخن معانا على طول بتلاقوا ان هو بدا يطفو على وش الزيت بالشكل ده. في المرحلة دي ما تحاوليش تقلبيه خالص ولا تحطي اي معلقة ولا اي حاجة فيه خالص الا لما تلاقيه اتشمع وبدأ ياخد لون من تحت، علشان لو بدأت تقلبيه وهو بيكون لسه طري كده هيبدأ الرسمة بتاعته تضيع منك ومش هيبقى شكله حلو خالص. واول ما هيبدأ خلاص كده يتشمع معانا هتبدأي على طول في المرحلة دي تقلبي تقليب مستمر، ايدك فيه على طول ما تبطليش تقليب خالص، لحد طبعا ما ياخد كله لون واحد وبيوصل كده للشكل اللي احنا شايفينه ده. اول ما بياخد اللون الذهبي الفاتح اللي احنا عايزينه هتبداي تخرجيه على طول على الشربات التقيل اللي احنا جهزناه في اول الفيديو. عايزه اقول لكم كمان ان مرحله التسويه اخدت معايا من 4 دقايق ل5 دقايق، بس انا كنت مسرعه الفيديو هنا، هو ظاهر لكم ان هو احمر على طول ولكن هي في الحقيقه قعد 4 دقايق معايا. وطبعا مع التقليب المستمر علشان يوصل للون اللي احنا شايفينه ده، وكمان كله يطلع لونه موحد من جميع الاتجاهات. ما ينفعش تحطي البلح الشام على نار عاليه علشان ما ياخدش لون على طول ويكون لسه من جوه طري، فلازم كده تسويه على نار هاديه علشان طبعا ياخد لون واحد زي ما احنا شايفين كده وفي نفس الوقت يكون مستوي من جوه. بس كده بتخرجيه على طول تحطيه على الشربات البارد، وبتسيبيه كده تقريبا برضو من 4 دقايق ل5 دقايق في الشربات مع التقليب برضو علشان يشرب الكفاية بتاعته من الشربات. بعد كده بخرجه احطه على مصفى علشان يصفي بقى كمية الشربات الزايدة فيه. وبعد ما الزيت بتاعي بتأكد ان هو بارد تماما، ولازم بأكد عليكم لازم الزيت للمرة التانية يكون بارد تماما. تبدأي بقى تشكلي أصابع البلح بتاعتك بنفس الطريقة. المرة دي بقى أنا عملته أكبر شوية، يعني عملت المقاس الكبير اللي هو بيكون الشكل المتعارف عليه واللي احنا بنشتريه كلنا وبيكون زي المحلات بالظبط. بدأت كده يا بنات اضغط عليه زي ما قلت لكم ضغطة طويلة شوية، وببدأ بعد كده اقصه بالمقص. وزي ما قلت لكم بلاش نملى الطاسة قوي علشان لما نحطه في الزيت لسه هينفش للمرة التانية وحجمه هيزيد ويتضاعف معانا. هخلص بقى كل الكمية زي ما قلت لكم، وببدأ تاني مرة ارفعه على النار، والنار معانا بتكون نار متوسطة علشان طبعا يبدأ ان هو يستوي كويس معانا، وفي نفس الوقت ما يحمرش على طول وياخد لون ويكون لسه من جوه ني. بعد كده يا بنات ما بنقلبوش خالص لحد ما يبدأ برضو ان هو يتشمع معانا. بعد كده هتبداي تقلبيه بقى تقليب مستمر
لحد ما يوصل للون الذهبي الفاتح. بعد كده طبعا برضو بنخرجه نحطه في الشربات البارد، وبتسيبيه في الشربات كده لمدة 5 دقايق كده او 4 دقايق، لحد طبعا ما ياخد الكفاية بتاعته من الشربات. وبعد كده بنخرجه على المصفى زي ما عملنا في المرة الاولى بالظبط. بتكملي باقي الخطوات. ولو لسه عندك بقى كمية من العجينة ومحتاجة تشكيل، هتسيبي برضو الزيت للمرة التالتة يبرد تماما، وبعد كده هتشكلي العجينة تاني براحتك خالص. بس كده يا بنات، شايفين بقى مفيش اسهل ولا اسرع من كده طريقه لعمل بلح الشام. يعني كل حاجه اللهم بارك قدام عينيكم كده، سهله وبسيطه ومفيش فيها اي تعقيدات خالص. هيطلع معاكم مظبوط جدا ومن اول مره باذن الله. بس امشوا كده على الخطوات مظبوطه، واعملوا المقادير بتاعه العجينه المظبوطه، وان شاء الله يا بنات استحاله ان هو يفشل منكم خالص. سامعين بقى القرمشه بتاعته؟ بجد مش قادره اوصفها لكم. اللهم بارك يا بنات. بجد عمل معايا كميه كويسه جدا من كوبايتين الدقيق. وكمان كان لسه في كده جزء برضو في الطاسه بقليه، ولكن طبعا علشان وقت التصوير فاضطريت ان انا استخدم بس الكميه اللي انا عملتها معاكم. بس كده يا بنات ما شاء الله اللهم بارك. شايفين دي الميني بلح الشام اللي انا عملته، وكمان الحجم الكبير اللي احنا جهزناه. الرسمه بتاعته ثابته اللهم بارك، ثابته جدا. سامعين بقى القرمشه بتاعته؟ بجد اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال. تسويه بجد جميله ما شاء الله. يعني اي حد كده هيسالك على طريقته انت عاملاه ازاي. جربوا الطريقه يا بنات بنفس الخطوات، هيطلع معاكم مظبوط جدا. تعالوا بقى مع بعض نفتح واحدة كده. شايفين بقى اللهم بارك مقرمشة جدا من بره، وطرية خالص من جوه يا بنات. وشايفين ما شاء الله اللهم بارك مفرغة قوي. يعني بجد كده تاكلي ما تشبعش منه. خفيف جدا وطعمه بجد اللي ياخد واحدة هيخلص الطبق كده وهو مغمض عينه، مش هيحس ان هو اكل كمية كبيرة. بعد كده بقى لو انتوا حابين تزينوه كده باي نوع من المكسرات، هتبداوا تزينوه شويه من جوزة الهند الناعمه مثلا، او شويه من الفستق الكداب، او اي مكسرات عندكم. استخدمت هنا في تزيينه الفستق الكداب اللي كنت محضره معاكم قبل كده على القناه. ما شاء الله يا بنات كان جميل جدا. طعمه بجد حكايه، واللهم بارك. يعني مش قادره اوصفه اكتر من كده، اكيد هي الصوره بتتكلم عن نفسها. جربوه وربنا يحسن ما بين ايديكم. والف هنا وعافيه طبعا للي جربه. وبكده بقى الفيديو بتاعي بيكون خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتم من الطريقه. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو اول مره بتشوفيني، ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه مشتركتيش، وفعلي زرار الجرس لو حابه يوصلك اشعارات بفيديوهات الجديده. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.